أحمد، نعم. في البعض بيقول إن في الأقوام السابقين كانوا كانوا شاطرين جدا في الموضوع ده، موضوع الفلك والتنجيم زي الصابئة أو زي المجوس رأيك كيف الكلام ده؟ ربنا رد ووضح وبين فقال: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقال: ولا يفلح الساحر حيث أتى. أيوة في سحر بس حرام ومجرم. في ناس بتدعي، يعني أنا هديك مثال قريب من هذا. الحقبة الماضية بتاعت غيبوبة مصر في عهد مبارك، لما انبطحت مصر للاختراق الوهابي المتسلف، لقينا في مساجد وسط القاهرة في عابدين ورمسيس ولد ماسك عربة زي عربات بيع الايس كريم الزمان اللي كانت راقيه دي، حاطط فيها بول ابل بتاع ده لبن ابل وبول ابل. نعم. بول ابل. وهيقول لك ايه؟ بول الابل عشان يعالج فيروس سي الكبدي. في تيس في مطروح بيفرز ماده، والناس وقفت ضرب الصاروخ وبارقى الشهادات. اوعى تفكر ان انت عندك مثقفين في مصر، انت عندك متعالمين. انما النخبه المثقفه في مصر تآكلت زي الطبقه الوسطى. وقفوا عند تيس في مطروح. في بقره الان في البحيره. ايوه. البقره المباركه، ما هي نفس المنهج على فكرة. نفس المنهج. ولذلك سيدنا عمر عليه رضوان الله لما لقى الناس بتتبرك بالشجره فقط اللي تحتها بيعه الرضوان، لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره، قطع الشجره سدا لذريعه ما يهدد العقيده الاسلاميه، درءا للمفسده دي. طبعا هنا بس هنقول لك حاجات بسرعه كده. طيب سريعا علشان حاضر. فاذا الان ما هو ممكن المدعي الكذاب اللي يقول لك التداوي ببول الابل، التداوي بالحجامه، يعني نقفل كليه الطب. ده منتشره جدا في القنوات. ما انا بقول لك اللي بتاع القران بالذات، ما كلها جايه من الخليج. كلها جايه من الخليج، خدت بالك؟ الادعاء ان مؤسسات سياديه في الدوله، وهو قالها اكثر من مره، بتاخذ بيه، مش بنتكلم على شخص بقى، احنا بنتكلم في العموم، بتاخذ بيه وبقراراته، ده كلام خطير. يعني إذا كانت مؤسسات الدولة ستأخذ بأقوال المنجمين، يبقى على الدولة وعلى المجتمع السلام. الشيء الآخر، أسبوع زي ما قلت لك بس ما كملناهاش، لما حكم على بعض الذين لهم آراء، سواء كانت آراء سقيمة، آراء معطوبة، آراء صواب، آراء خطأ، وهيزج بهم في الحبس زي فلان وفلانة. أنا لا أدافع عن أحد. أليس الأولى بالعقوبات المقررة في التشريع الإسلامي في حد الردة هؤلاء الذين يهجمون على العقيدة ويدعون من دون الله أنهم يعلمون الغيب؟ ألا أولى بأن العقوبات اللي هي ازدراء الأديان توجه؟ لما تسمع الآن تطاول على سيدنا إدريس، تطاول على سيدنا آدم، تلاعب بآيات القرآن وتجتزأ والأحاديث وتجتزأ وتوظف توظيفا قاطعا في أعمال دجل وشعوذة تغيب العقل وتحرف الكلم عن مواضعه، من الذي أولى بالعقوبة؟ هؤلاء. يعني أنت ترى أنه ليس علما في النهاية، ده دجل وبكش على الناس. الأقوام السابقين اللي كانوا بيعملوا بهذا الأمر شايفهم إزاي؟ لا، ما لم يثبت إن شعوب أو بيئات كانت فيها شرائع سماوية. هل شريعة سيدنا موسى عليه السلام في بني إسرائيل وقتها مارسوا هذه الأشياء؟ لا، مش بتكلم على لا أنا بتكلم على الصابئة والمجوس. يا سيدي بيئات منحرفة، ولذلك بادت وزالت ولم يكتب لها الاستمرار. أنت بتمثل بمين؟ بتمثل ببيئات ضاعت. طيب 20 سنة. اتفضل. طلبت من حضرتك تحدد أسس العلم اللي انت انا ما عنديش فرصه بتاعتك. انا عندي النقط، ما انا حددتها لندن، قلت لك اتصالات فلكيه، وقلت لنا انا هاجي حضرتك والقواعد، بس انا عندي نقطه. طيب والقواعد والمناهج قلتها اللي انت بتستخدمها في علمك قلتها. طيب تمام. ارجوك يعني يشرح ويحدد الاسس والقواعد والمنهج اللي بيستخدمه. لا، والمنهج وادواتك البحثيه. يعني على افتراض هقول كل حاجه بس ادوني فرصتي. خد فرصتك. توجه لي بالكلام. اتفضل. اولا بالنسبه سريعا على لا كل اللي انا سمعته ده له علاقه بعلم النجوم، قراءه الفنجان والنقط والحاجات دي مالهاش علاقه بعلم الفلك والحسابات الفلكيه. انت مش قلت في البدايه ان قراءه الفنجان من ضمن الكلام؟
انا قلت علم الفلك، انا بقول لك اتصالات فلكيه، انا بقول لك دخلوه ضمن العرافه، انا ما قلتش الفنجان، انا بقول لك الفنجان والنقط والحاجات دي كلها مالهاش اي علاقه بعلم الفلك، اللي هي قواعده بتعتمد على اتصالات فلكيه معينه. بالنسبه اللي انا بقول متجوزه هتتجوزوا مرتين، بقول لها هتتجوزي ولا مش هتتجوزي، هتطلقي ولا مش هتطلقي، هتخلفي اثنين هتخلفي بناء اتصال. اولا حسابات فلكيه، الهيئه الفلكيه اللي هي مخطط مختصر لصفحه السماء، دي الاسس بتاعتها. الهيئه الفلكيه دي فين؟ انا دلوقتي باخد تاريخ ميلاد، مدينه ميلاد، ساعه ميلاد، برسم الهيئه الفلكيه اللي هي توزيعه الكواكب بالشعب كده، ساعه ميلاد انسان فوق راسك وانت مولود كان في كواكب متوزعه بطريقه معينه، اتصالاتها برسم الهيئه الفلكيه اللي هي الاوروسكوب متواجده على النت، اللي هي البيوت الفلكيه. من خلال تواجد البيوت دي اقدر احدد قدر ومصير الانسان. البيت الاول بيت النفس، البيت الثاني بيت المال الى اخره، فبالتالي اقدر اقول الانسان هيتجوز ولا مش هيتجوز، هيتجوز اثنين ولا ثلاثه، ذكر ولا انثى هيخلفهم الى اخره، فكل ده انا بقوله واقدر احدده. بالنسبه ل لحته الادوات البحثيه بتاعته، ما انا قلتها تاني، اتصالات الفلكيه والنجوم، الادوات البحثيه، الهيئه الفلكيه الادوات البحثيه بتاعتي اللي هي رصد وجداول. انا عندي بقول لك جداول ومناهج، جداول حسابيه ورصد للكواكب، الكوكب ده هيخش البرج كذا، فدي حسابات. اضافه للاستولاب، معروف طبعا الاستولاب من اكبر الادوات اللي استخدمها العرب في زي أنا خلاص انا بختم. النقطة الأخيرة، الكلمة الأخيرة، النقطة الأخيرة. طبعا فضيلة الشيخ قال لي ما تتكلمش على الإسلام بعيدا بقى عن لا فضيلة الإسلام، وهو المفروض أساسا مطرود من جبهة علماء الأزهر يا سيدي بعيدا، فأنت ما تتكلمش عني بس طيب. كده. شكرا. أنا أتكلم، أنت المفروض ما تتكلمش، أنت مطرود من جبهة علماء الأزهر. أنا اللي أتكلم، أنا حافظ القرآن الكريم كاملا ودرس الفقه على المذاهب الأربعة. قلت لك في الأول ومش هرد عليك، اتفقنا في الكلام. كلمة بالنسبة للبنات وأنا عندي 81 دكتور صفوت وأنا عندي 81 كلمة أخيرة. بالنسبة للبنات لن يحدث شيء، لأنهم في الدولة عارفين أحمد شاهين مين ويأخذون بكلامه. أستاذ أحمد خلاص لو سمحت، موت غيظا وكما بياخدوا كلامي، يعني هو اكبر منك سنا، يعني احترم كلامي مهما قلت. لو سمحت لن يتم القبض عليا مهما عملت، لن يجوا حد، وانا عندي 81 لو سمحت 81 سنه. شارك ليس أداة حضرتك برضه توجه الكلام يا دكتور. الإعلام ليس أداة تخدير، ليس أداة استهواء، ليس أداة تغييب عقل. الإعلام أداة تنوير، الإعلام أداة لاستعمال العقل والعمل والجدية والالتزام. أما البحث عن الطموحات الكرنفالية من خلال ادعاءات يتم فيها استهواء أحلام البسطاء، فأعتقد آن الأوان للإعلام بوسائله وأساليبه أن يحارب هذه الادعاءات بالتشريعات، وأن يقاومها بالتشريعات، بالاستنارة، بالمعلومات المهمة، بالدقة، بعدم تجيب العقل في مثل هذه الممارسات. طيب دكتور أحمد كلمة أخيرة موجزة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة أصبح أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فكافر بي مؤمن بالكوكب. أما السطر الأخير، أنا الحمد لله أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بمدينة نصر، وقائم بعملي، وسأظل أنافح ضد الخرافة والتطرف وتغيير ربنا يديك الصحة يا دكتور. لو سمحت احنا هنا اخواني يا جاهل، اخواني يا جاهل، الدكتور الكريمة، انا بشكرك شكرا جزيلا. استاذ احمد شاهين، استاذ احمد لانك مش عارف يا استاذ احمد شاهين، كذاب يا نصاب، يا نصاب، استاذ احمد يا نصاب، حضرتك سامعني يا نصاب، سامعني ولا لا؟ استاذ احمد شاهين انا بشكرك شكرا جزيلا. الدكتور صفوت العالم استاذ الاعلام في جامعة القاهرة، بشكرك شكرا جزيلا. وبشكر برضو مشاهدينا الكرام، بشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعة. الجمعة الجاية بمشيئة الله الساعة 8 مساء هنتواصل مع حضراتكم في مصر في اسبوع. الى ذلك الحين نترك حضراتكم في رعاية الله وأمنه. يعني السيسي ما ماتش.